والغلط يتصلح. لكن احنا من امتى يعني بندخل النسوان في شغلنا؟ لما العيال يشتغلوا معانا. طب خرج البت من الحسبه. انا اللي خرج وانا اللي دخل حلمي ولا ايه؟ وبعدين بسيط، تاهت ولقيناها. هات البضاعه تاخد البت، ولا اقول لك هسهلها عليك. هات الواد هشام، اخد البضاعه بمعرفتي وساعتها اسلمك البت صاغ سليم. ما تصعبهاش يا ابو ورده وخلينا نشوف لها حل. انا لو بصعبها كنت قلت لك هات رحيم يكلمني هنا، بس انا عارف انتوا ما قلتلوش. اديك قلتها بعضمه لسانك، ما قلنالوش، عشان لو كنا قلنا له كانت هتولع. تولع؟ انتوا ما قلتلوش عشان كان هيدفن هشام حي لانه بيشتغل معايا. حلمي، انا عارف ان هشام ملوش يد في اللي حصل لاخويا، الله يرحمه، والا كنت دفنته حي. بس انا راجل ابن اصول وطيب. الواد اخوه ما كانش لاقي اللقطه، ما كانش لاقي ياكل، خدته شغلته وخليته عيل من صبيان. طول عمرك ابن اصول يا ابو ورده. انا بقول سيب البت وفلوسك عندي. انا شايل المراره من زمان وعمليتها رزله قوي. قدامك 5 ايام هتتصرفوا كان بيها، ما تصرفتوش خدوا عزل البت من اي جامع ومش هتبقى لوحدها. ده اخر كلام عندك؟ اقعد زينات الوراثه. الواد كوبي بس النابوه. يلا يا واد يلا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. في ايه يا ست انت؟ مالك ومال الواد؟ قدك ده مالك وماله؟ الواد نايم ومستريح، بق عاوزه ايه؟ ايه جو البزازات اللي انت عايشه فيه؟ امه فين يا اختي؟ ترضعه طبيعي. ما هي في شغلها بقى، ربنا معاها. وبعدين هو حب البزازات خلاص. شغل ايه يا اختي؟ خليها تقعد في بيتها تربي ابنها. سايق عليك النبي تدعي لها يا حاج ترجع بالسلامه. بالسلامه؟ ليه راجعه منين؟ من الحج؟ بلا قرف. وايه الحزن اللي انت فيه ده؟ افردي وشك شويه، ما تخليش الواد يشوفك كده، هتجيبي له اكتئاب، هتعقديه. هروح فين؟ ادخلي يا اختي المطبخ، اعملي لنا اكل حلو، راحت بطنه وجعته من اكل المحلات. وبنتك اخرها كوبايه شاي، ويا ريتها بتطلع عدة، بتطلع مسخه. امسك حفيدك اهو. بالراحه على الواد. سمي. ايه حلو انت يا واد يا مجدع، يا واد يا بتاع عيله السيوف يا جامد. خشي يا اختي على المطبخ، خشي وافردي وشك. ست النكديه اكلها بيطلع وحش. يا وحش. يا وحش ياما، دي هتعضني باين، والله هتعضني. يا ساتر، ما تقلقش منها يا واد. ها يا واد يا جامد، انت رحيم يا حلو. بقول لك يا واد، تيجي ناكل كوارع النهارده؟ حموده، امر يا ريس. نزل بقيه الاكل والايس بوكس ودخلهم جوه. فليره. الحمد لله على السلامه يا باشا. الله يسلمك. دي بقى لا مؤاخذه المكن الخصوصي بتاعي. لا انت فاهم غلط يا باشا عيش يا باشا. متولي. حموده هيجي لك كل 6 ساعات لو محتاج حاجه، وبعدين العربويه هنا كلهم تبعنا فما تقلقش. ها تعبتك معايا. مش كده يا باشا، سيبك براحتك بقى. اتفضل. اتفضل المفتاح يا باشا. مالك؟ هتستغرب لو قلت لك اني مبسوطه. لا، علشان انا كمان مبسوط قوي. هو متولي ده هيعرف يجيب لميا ازاي؟ لا، متولي ده ما يغركيش منظره، ده اغنى راجل في السويس، بيشتغل في السمسره، علشان بيحب قعده الشارع والرغي مع خلق الله. زمان صوره لميا موجوده مع الزبالين والسواقين بوابين ومحصلين النور، مش بعيد على اخر اليوم ليه جايبها وجاي. تمام. جايب ايه؟
جعانه؟ ما عرفتش اكل هناك. طب يلا كلي بالهنا والشفا. تعالي نسرق لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكرة؟ تعالي نسرق لحظة حلوة تتحول لذكرى، نحب بعض في وسط عالم كله عمال يكره. مين فينا مطمن لقدره ولا ضامن بكره؟ هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، والمهم اننا مع بعض نعيش وقتنا. هو يوم في العمر حبيبتي ومن نفسنا، من نفسنا، والمهم اننا مع بعض نعيش وقتنا. شكلهم حلو قوي. تفتكري مش ماسك ايديها ليه؟ يمكن يكونوا لسه متعرفين على بعض. او يمكن يكونوا متخانقين. اهو بيصالحها اهو. مش يمكن تكون علاقتهم حاجة تانية خالص؟ زي ايه مثلا؟ يمكن يكونوا بيحبوا بعض بس الدنيا مش مدياهم أي فرصة يقربوا من بعض، فجم هنا بعيد عن عيون الناس. ومادام هم بعيد عن عيون الناس بيوشوشها ليه؟ مش يمكن حاسس إنه بعيد عنها فبيحاول يقرب لها بأي شكل؟ ما هم اصلا جنب بعض. بس من جواهم حاسين إنهم بعاد. لو بيحبوا بعض بجد مهما الدنيا بعدتهم برضه هيفضلوا قريبين. حتى لو عدت سنين كتير؟ حتى لو عدت سنين كتير. طب تفتكر علاقتهم هتوصل لغاية فين؟ لحد ما يكبروا ويعجزوا، وكل حواديت الحب اللي حواليهم هتخلص، لكن حدوتتهم هتفضل مكملة للآخر. حتى لو حد فيهم مات؟ لو حد فيهم مات، اللي مات ده هيفضل عايش جوه التاني. لو التاني مات هيفضلوا عايشين هما الاتنين. ازاي؟ لأن أولادهم وأحفادهم هيفضلوا يحكوا في حكايتهم. وبعدين أنت ليه بتجيبي سيرة الموت؟ إحنا لسه في الأول. احنا؟ أنا آسف قصدي هما. انت عارف انا بحب البحر قوي. أنت عارفة إن البحر ده بيفكرني بيكي؟ ازاي؟ لما ببص في عينيك الحلوين دول بشوف البحر، ولما بركز قوي بغرق فيه. ايه ده؟ انت بتقول شعر اهو. أنا غلطان. انا بهزر. تعالى نقوم نتمشى شويه. إيه؟ الكلام اللي انت بتقوله ده يا حلمي
اما انت رحت تعمل ايه عند ابو ورده؟ كنت بشد معاه نفسيه. الله انت هو هتهزر؟ حد قال لك ان انا ساحر يالا ولا ايه؟ يعني بسمه كده خلاص بخ. زي ما قلت لك، يا البضاعه رقبتك. طب والعمل يا حلمي؟ مش عارف، انا من ساعتها ودماغي عماله تون، مش لاقي لها حل. حلمي ابوس ايدك تتصرف يا حلمي. لو ما بسمه عرفت اي حاجه مش هتسكت، ولو اخويا شم خبر هتبقى مصيبه. اهو رحيم ده بقى لو شم خبر هو ده اللي قلقني فعلا. وبالنسبه لك بسمه عادي يعني؟ اذا كانت هي بالنسبه لك عادي، انت هتصيع عليا ولا ايه؟ انت كل اللي يهمك ان رقبتك ما تجيش تحت القطر ودمتم على كده. كل الحكايه انك خايف من رحيم. حلو قوي، رقبتي ما تجيش تحت القطر. ازاي بقى يا عم حلمي؟ مش عارف. الله يخرب بيتك يا هشام، الله يخرب بيتك.